السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الباتون ساليه اللي انتوا شايفينه قدامكم الجميل ده، بطعم وريحة تجنن. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي حبايبي بفكركم بلايك للفيديو، اشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. هنبدأ في عمل الباتون ساليه الحلو بتاعنا. هنقول المقادير واحنا بنشتغل. معايا كوبايتين من الدقيق المنخول، ومعايا معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة من الكمون الحصى. كل ده هنزله على الدقيق وقلبه كويس. مكوناته بسيطة جدا جدا واقتصادي قوي قوي، بس طعم وريحة يعني ان شاء الله لما تجربيه هتحكمي بنفسك. هنزل كمان معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، ربع كوباية من الزيت، يعني كوبايتين دقيق وربع كوباية زيت. شوفي كنا عاملين كمية قد ايه قدامك. وادخل الزيت في الدقيق كويس، وفي 10 دقايق تكوني عجنتيه وخلاص خلصتيه. معايا كوباية الا ربع من المية الدافية، هنزل بيها واحدة واحدة، شوية شوية، مش هنزل بيها مرة واحدة، لأن برضو الدقيق بيختلف من نوع للتاني، لحد ما تتلم في ايدك كده عجينة طرية ومش بتلزق، وتعجني فيها 5 دقايق 7 دقايق لحد ما تبقى ناعمة جدا وما بتلزقش في الايد. شوفي اللي فاض معايا يعني حوالي معلقة بس في الكوباية، معلقة مية. هنزلها بقى كده على الرخامة واعجن فيها كويس قوي قوي. قولي كده 7 دقايق مثلا لحد ما تلاقي العجينة ناعمة في ايدك وطرية قوي. شوفي شكلها. واحنا مش هنخمرها ولا حاجة، احنا هنسيبها بس ترتاح. هنغطيها كده بنايلون ونسيبها ترتاح 5 دقايق. بعد كده هشتغل فيها على طول، واقطع اصابع كده بالسكينة. وتاخديه تبرميه بالشكل ده، وتخليه لا رفيع جدا ولا تخين قوي، عشان رفيع ممكن يتحرق منك. تخين احنا مش عايزينه برضو يبقى تخين قوي، لان فيه خميرة كمان. وهرص في الصينية بالشكل ده كده، صينية مش مدهونة مادة دهنية خالص. كده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها. شوفي عملت كمية قد ايه، من كوبايتين دقيق وربع كوباية زيت عملت كمية حلوة قوي قوي من الباتون ساليه. انا دلوقتي مولعة الفرن سخن على درجة حرارة 170. هدخله في الرف الاوسط بس، مش هولع شواية ولا حاجة. هو هياخد اللون الجميل ده من تحت ومن فوق. واطلعه من الفرن، ما تغطوهوش، تسيبيه يتهوى. بصي القرمشة، شوفي شكله من جوه مقرمش جدا جدا جدا، وريحة وطعم في منتهى الجمال. يعني انا عايزاكي تجربيه بس وتقولي. جربي الباتون ساليه الحلو ده، بدل ما تشتريه من بره اعمليه في البيت، ان شاء الله هيعجبك. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش بلايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش. فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا اصحابكم الفيديو بالهنا والشفا.